السلام عليكم طلبة الصف الأول الإعدادي. معاكم مس هند. هحل معاكم النهاردة اختبار تراكمي 7 حتى الدرس السابع في الوحدة الأولى. نبدأ مع بعض. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. السؤال الأول، 7/10 دائر على التلت هتساوي نقط. هنا عندي 7/10 دي، السؤال ده ممكن نعمله بكذا طريقة. 7/10 دائر يعني 7/9 على التلت. عند القسمة بنثبت الكسر الأول اللي هو 7/9، نقلب العلى فيه ونقلب الكسر التاني هيبقى 3/1. دلوقتي نختصر، 3/3 فيها الواحد، 9/3 فيها التلاتة. يبقى كده أصبح عندي 1/7، هناخد بسط في بسط، 1/7 ب7 و1/3 ب3. يبقى الإجابة هتكون 7/3. الاختيار نمرة د. نفس السؤال دوت ممكن نستخدم الآلة ونطلع الإجابة. 7/10 دائر معناها إيه؟ معناها إن السبعة اتكررت، هنعمل علامة 7 ونكرر السبعة كتير لحد ما نملأ الآلة، ونقسم على التلت. 1/3 هتساوي 7/3 زي ما طلعناها 7/3. بعد كده السؤال التاني، إذا كان إكس على واي بيساوي 3/4 فإن 4 إكس على واي. 4 إكس معنى كده إن اللي فوق البسط اتضرب في 4، يبقى أنا كده برضو هضرب هنا البسط في 4، يبقى كده عندي 3 في 4 هيكون بيساوي 12. على المقام ما حصلش فيه حاجة، اللي هو زي ما هي هتكون 12/4. الإجابة 12/4 هتساوي 3. الاختيار نمرة ج. السؤال الثالث، باقي طرح 3/5 من 7/10 بيساوي نقط. اللي بعد من بيجي الأول. لو جيت أقولك باقي طرح 3 من 7 هتقولي هطرح 7 ناقص 3 هتساوي 4. فهنا نفس الكلام، اللي بعد من بنكتبه الأول. فأنا كده 7/10 هنطرح منه 3/5. طبعا علشان أطرح لازم تكون المقامات متوحدة. هنا عندي المقامات مش متوحدة، عايزين نوحد. الخمسة هنا نقدر نوصلها ونخليها 10، فهنضربها في 2. زي ما ضربت البسط هضرب، زي ما ضربت المقام هضرب البسط. يبقى كده عندي أصبح البسط عندي 2/3 ب6 على 2/5 ب10. كده عندي المقامات بقت زي بعضها، أقدر أطرح. يبقى المقام بتاعي 10، وعندي 7 ناقص 6 هيبقى 1. يبقى الإجابة هتكون 1/10. الاختيار نمرة ج. بعد كده السؤال رقم 4، الفاي بالنسبة للمجموعة 3 و4 هل هي موجودة جوه؟ احنا حافظينها طبعا. الفاي جزئية من أي مجموعة، محدش يتلخبط ويقول تنتمي. احنا حافظينها الفاي، أو يقول لأ مش موجودة. لأ، احنا حافظينها الفاي جزئية من أي مجموعة، يعني الإجابة الاختيار نمرة ج هتبقى جزئية. بعد كده السؤال رقم 5، إذا انخفض سعر سلعة من 2700 جنيه إلى 2484 جنيه فما معدل التخفيض؟ طبعا كلنا عارفين عندي في تخفيض بنكتب قبل التخفيض بيكون 100%. طبعا احنا مش عارفين معدل التخفيض كام، فأنا عندي إذا انخفض سعر سلعة من 2700 يعني سعرها الأصلي كان 2700 إلى 2484 بعد التخفيض 2484، فما معدل التخفيض؟ هنا دلوقتي هطرح السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض. عندي 2700 هنطرح 2484، يبقى كده التخفيض 216. هنكتب هنا 216. يبقى كده ده التخفيض. التخفيض السعر الأصلي كان 2700، اتخفض 216 بقى سعره بعد التخفيض 2484. احنا عايزين نجيب معدل التخفيض. احنا دلوقتي كل اللي عملناه ان احنا طرحنا المبلغ الأصلي من المبلغ بعد التخفيض عشان نجيب قيمة التخفيض.
احنا كده جبنا قيمة التخفيض. هو عايز معدل التخفيض كام في المية. هنعمل مقص، هنضرب 100 في 216. 100 في 216 على الرقم اللي هو 2700. 100 في 216 على 2700 هيبقى الإجابة 8، هتساوي 8%. الاختيار الأول ألف. كل اللي عملناه في السؤال ده جبنا قيمة التخفيض، طرحنا الرقمين دول من بعض، طرحنا الرقمين طلع لي 216، ضربنا 216 في 100 على 2700 طلع لي 8%. الاختيار الأول ألف. السؤال اللي بعد كده، ما المعكوس الضربي للعدد 7 وربع سالب 7 وربع؟ المعكوس الضربي بنجيبه ازاي؟ بنقلب الكسر. يعني وليكن عندي 7/3 بقلبه بيبقى 3/7، ده المعكوس الضربي. طيب احنا هنا دلوقتي مديني سالب 7 وربع. أول حاجة هنرفع الكسر الأول. 7 في 4 ب28، واحد يبقى 29 ومقامي 4. وما تنساش الإشارة السالبة، السؤال بتاعك سالب. كده احنا رفعنا الكسر، احنا لسه ما جبناش معكوسه الضربي. نجيب معكوسه الضربي ازاي؟ هنقلبه، هنخلي المقام بسط والبسط مقام. الرقم اللي تحت هنطلعه فوق يبقى 4، والرقم اللي فوق ننزله تحت 29، والسالب هيفضل فوق في البسط. يبقى كده العدد بتاعنا مفيش اختلاف عليه ان العدد سالب. العدد كده كده هو سالب، هينزل سالب. كل اللي عملناه رفعنا الكسر بقى 29/4. المعكوس الضربي بنجيبه ازاي؟ بنقلب الكسر، هنطلع ال4 فوق وننزل ال29 تحت. يبقى الإجابة سالب 4/29 اللي هو الاختيار نمرة ب. السؤال التاني، استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج ما يلي: سالب 4/9، سالب 4/9 في 8 زائد 9 في سالب 4/9 زائد سالب 4/9. في السؤال ده بنشوف مين اللي اتكرر. أنا عندي هنا اللي اتكرر سالب 4/9، وهنا سالب 4/9، وهنا سالب 4/9. أول حاجة في السؤال ده أنا عندي سالب 4/9 مضروبة في رقم اللي هو 8، وهنا السالب 4/9 مضروبة في رقم اللي هو 9، وهنا السالب 4/9 مش مضروبة في رقم. بنعمل ايه يا سنة أولى؟ قلناها في الفيديو اللي فات، بنضربها في 1. يبقى كده أنا عندي سالب 4/9 دي اللي اتكررت، هناخدها ونفتح قوس. سالب 4/9 مين اللي باقي من هنا بعد ما خدنا السالب 4/9 بره؟ بقالي 8 زائد إشارة الزائد قابلتني أهي. كده أنا خدت من هنا سالب 4/9 بقالي 9 زائد، خدت السالب 4/9. أغلبكم بينسى إن يكتب الواحد، فعشان كده بقولك اعمل إن هي مضروبة في 1 عشان تفتكر وتكتب الواحد. الجزئية دي كتير بيتلخبط فيها. كده أنا عندي أجمع اللي جوه القوس، 8 زائد 9 يبقى 17، واحد هيبقى 18. 18 دي مضروبة في سالب 4/9، هنختصر على 9 فيها الواحد، 18 على 9 فيها 2، يبقى أنا كده عندي 2 في سالب 4. ننزل الإشارة السالبة عشان دي إشارة لوحدها، لو في إشارة زيها كانت مشيت معاها. هي إشارة واحدة تنزل في الإجابة. 2 في 4 يبقى ب8، يبقى الإجابة هتكون سالب 8. السؤال ده بتقدر تتأكد عليه باستخدام الآلة. تكتب السؤال كله على الآلة. أنا عندي سالب 4/9، أدي سالب 4/9 في 8 زائد 9 في، افتح قوس، سالب 4/9 اقفل قوس زائد سالب 4/9 زائد افتح قوس سالب 4/9 هتساوي، اداني سالب 8 زي الإجابة اللي احنا طلعناها. يبقى كده اتأكدت من خطواتك ان انت مشيت صح. السؤال التاني، إذا كانت ال A ب1.5 وكانت ال B ب3/4 وال C ب-3/4، اوجد القيمة العددية للمقدار
AC زائد البي. الاي كده مضروبة في السي، هنعوض الاي قيمتها بكام؟ 1.5. ممكن نعدل قيمة الاي باننا نرفع الكسر، يعني ممكن على جنب كده اعدل قيمة الاي اهوت. انا عندي الاي ب1.5، هعدلها، هنضرب 1 في 2 ب2 و1 3، يبقى الإجابة 3 على مقام 2. يبقى أنا كده أشيل الإيه دلوقتي وأحط مكانها 3 على 2. والسي عندي اللي هي بسالب 2 على 3، طبعا كده مضروبة في سالب 2 على 3 زائد قبلتني تنزل. البي قيمتها بكام؟ ب3 على 4. كده عندي اختصر، التلاتة هتروح مع التلاتة، الاتنين هتروح مع الاتنين، يبقى لي من هنا سالب 1. محدش يقولي كده خلاص راحت ب1، بس في سالب، يبقى سالب 1 زائد 3 على 4. دلوقتي عشان اجمع لازم أن تكون المقامات زي بعضيها. الواحد ده تقدر تعدله وتخليه كام على كام يا سنة أولى؟ نخليه 4 على 4، بس إشارته سالب عشان يبقى 4 على 4 فيها الواحد، وهو إشارته سالبة سالب 1 زائد 3 على 4. هنا عندي نفس المقام ينزل، و4 سالب 4 وموجب 3 اهو، سالب 4 زائد 3. هنا عندي المقام بتاعي 4 سالب 4 وموجب 3، إشارات مختلفة تنزل إشارة العدد الكبير، و4 ناقص 3 1، يبقى الإجابة هتبقى سالب 1 على 4. السؤال اللي بعد كده، استخدمت عدسة مكبرة في تكبير حشرة طولها 7/10 ملي، فكان طولها بعد التكبير 14 سنتي. اوجد نسبة التكبير. استخدمت عدسة مكبرة في تكبير حشرة، طول الحشرة 7 ملي، ده طولها الحقيقي 7/10 ملي، فإن طولها بعد التكبير 14 سنتي. 14 سنتي ده بعد التكبير. علشان أجيب نسبة التكبير كام إلى كام، فأنا هنا عندي لازما يكون الوحدات زي بعضيها. كده هحول من سنتي لملي، هنضرب في 10، هتبقى 140 على 7/10. كده الاتنين وحداتهم بالملي. دلوقتي اقدر اختصر، عشان اتخلص من العلامة هضرب فوق في 10 وتحت في 10، اصبح عندي 1400 على 7. 17 على 7 يبقى فيها الاتنين، يبقى 200 على 1، يبقى نسبة التكبير هتبقى 200 إلى 1. طبعا تقدر تستخدم الآلة من أول ما جبت 140 على 7/10 هتديلك 200. 200 دي مقامها 1، 200 على 1 اللي هي 200 إلى 1، دي نسبة التكبير 200 إلى 1. بانتهاء السؤال ده تكون انتهت الاختبار التراكمي 7. يا رب أكون قدرت أفيدكم واستفدت من الشرح. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك إشعار كل ما انزل فيديو جديد. شكرا لكم، مع السلامة.